لو تسألوني بعشق مين نسوان في سن ال30 فهمانة خبرة السنين ومعاها عيش كل المتعة عيش معاها يومين مع الكاسين والحرارين من غير ما نحرق بنزين احنا مش محتاجين نحرق بنزين، احنا محتاجين فيتامين، محتاجين ناس فوق ال30. عزيزي المشاهد، فيديو النهارده من اللي قلبك يحبه، فتعالوا مع بعضينا نبدأ حلقتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفل عليكم ابطال يوتيوب، يا رب دايما تبقوا بخير. عزيزي المشاهد، لو انت لسه جديد خد اقول لك حاجه، انزل دلوقتي حالا نعمل لايك واعمل كومنت واشترك في القناه، اعمل سبسكرايب عشان نوصل ل 100,000 اخ واخت في اسرع وقت. وما تنساش يا الانستجرام، اللينك موجود في صندوق الوصف الديسكربشن وفي اول كومنت. فيديو النهارده من اللي قلبك يحبه زي ما قلت لك، وهنشوف نسوان فوق سن ال30، فدعونا نشاهد المتعه. انت اتخطبت قبل كده؟ بصراحة اتخطبت مرة بس فسخت. خير؟ تستحمل حد يهينك ويشتمك ويضربك ويشدك من شعرك؟ لا طبعا ما استحملش. هو كمان ما استحملش. استر عليك. هو انت متأكدة ان هو ما استحملش الضرب والإهانة ولا ما استحملش الفخاد اللي عريانة؟ يا ولاد الكلب كسبانة. الدكتور قايل لي ابعدي عن اي ضغط عصبي ونفسي واي حاجه تزهقك يا طنط منى. ثانية واحدة بس، الدكتور قال لك ابعدي عن كل ده؟ يعني انت ازاي اساسا ضغطك هيعلى ويجي لك عصبية بكمية الذهب اللي انت لابساها؟ ده انت لابسة ذهب يجوز قبيلة بحالها. وانتم مصممين تجيبوا لي الضغط والنفسي كله والسكر وكل حاجه، مصممين تجيبوه لي اليومين ده هم. ده هو ايه يا باشا؟ انت في ودانك حلقان وفي ايديكي كردان وفي صوابعك غزلان، بقول لك تجوز قريه. يعني انت بالذات الناس كلها يجي لها اكتئاب وانت لا. ده انت مره بنت واسعه. وانت ايه بقى اللي رماكي على المر؟ اتزحلقت، هديتي، اتبطيتي. من ناحيه هديتي واتبتيتي فهي هديتي واتبتيتي، بس انا نفسي تبقى انت بطيتي، انا تيجي لي بقى ايه، تبقى البطه بتاعتي. انت احب حفاضه جود كير. والنبي يا جماعه لما تيجوا تركبوني الغلط يبقوا قعدوني جنب الشباك، جو حر اصلا مش ناقصين قرف. حد بس يضحك عليا ويقول لي ان ده فلتر، يعني قولوا لي ان ده فلتر وان دي مش عندها 41 42 او حاجه و50 سنه كمان، وان الشعر الابيض ده مجرد فلتر. مش معقول جدودنا كمان دخلوا على التيك توك. يعني ده شويه هنلاقي الفراعنه جايين بقى وخوف وخفرع ومنقرع وداخلين يعيشوا حياتهم من تاني. يعني ايه يا تيتا، ايه يا تيزا، مش كده. شعبوسي زبالة. مش حاطط السماعة في ودني بسمع ام كلثوم، فجأة طلع عليا اسد. عملت ايه؟ مش ارمي السيجارة. ايوه. مش ارمي كوباية الشاي. ماشي. رحت ماسك كوباية الشاي رحت رازعها في وشه، قعد يقول اف اح كده الكوباية لسعتني. كانت سيبك من الحوار اللي فات ده كله، اهم حاجة اف اح طالعة منك زي العسل. يعني هو بصراحة اف اح، يعني من فوق اف ومن تحت اح خالص يعني. الاندر ايج خارب التيك توك. انتوا حيحانين ليه؟ بجد والله حيحانين ليه؟ ها؟ على طول حيحانين في ايه؟ سعادتك واحد مصاحب علي علوكة واشرف كخ، عايزاه يطلع ايه؟ حيحانه يعني. وبعدين ما انت بتطلعي لنا بالفلقه والملقه وتورينا وتعري يعني عايزه الشباب لما يشوف كده يعمل ايه؟ سعادتك احنا جيل تعبان مله، لا لاقي فلوس للحلال ولا معاه للحرام، فطبيعي يبقى حيحان. لا دعونا نشجعها على المجهود اللي هي عملته. برافو، كل يوم ورينا فين المحتوى يا جدعان. يا جدعان هو اي حد عنده السيليكون عالي يطلع يعني كده يعني، ويطلع ايه لغه؟ هو الصمت لغه العظماء يعني، وابو الهول ما بيتكلمش، والاهرامات في الجيزه، واللي عنده عمنا نقول له يا جدنا ولا ايه؟ ولا الخال والد ولا الواد خالد ولا الاخ والد ولا هو الواد خالد؟ انا من الفوتو سيشن. يعني انا عايز افهم ايه موضوع الفوتو سيشن اللي لازم يطلعوا فيه كور. يعني ليه نطلع البولينج بتاعنا؟ ليه مش عايزين نحافظ على الفخاد؟ ليه مش عايزين نحافظ على اللحمه؟ ليه اللحمه بقت رخيصه؟ ده لحمه الجاموسه الكيلو وصل 450 جنيه، انت ليه لحمتك رخيصه؟ ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق.
صحتك وهنزل عملك انا في جيتك، بتقولي اما انت بجديتك ما تخلعش. رن تليفوني حبيبتي انا عارفك. شفت الهوت شيرت، شفت الهوت شيرت الكلوت بتاعي، هو ده الاندروير، هو ده بقى الريتش. انت عايز يا باشا تتشهر اطلع بالاندروير، بس انت كعزيز المشاهد لو انت راجل والله لو طلعت عريان ملط هتتحبس ومش هتتشهر عشان تبقى عارف. انما لو انت عزيز المشاهد واحده ست بنت كده وطلعت بس عملت شعرها كده وسع على الشهره والدولارات والفلوس وين ياباني واسترليني وبلانكو وفلوس والكم في البنكو وحوارات غريبه. لا 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 60,000 لا انت هتخوفني؟ لا انا ما بخافش على فكرة. اوعى السره لما تبقى مدوره وقره، يعني عليها سره قره يعني والفخ يعني. يا جدعان انا عايز حد يلمني، انا عايز اتلم. انا ستها انا بيهم كلهم مالهم ستات حضرتك بس نسيتي تلبسي البرا، يعني المفروض تحت الفستان ده بيتلبس برا. ولو انت رايحه تصيفي انا شايف في بحر والموضوع وشكله كده ده مرسى مطروح او شرم الشيخ، يعني هي مرسى مطروح. فلو انت في مرسى مطروح او شرم الشيخ او الغردقه او ايا كان المفروض ان ده لبس بحر، يعني المفروض بتلبس تحت منه برا واللي هو المايو قطعتين. انت مش لابسه حاجه غير البتاع، يعني هتروحي البحر تقلعي وتنزلي ولا هتعملي ايه؟ يا حبيبي خلصت معاك انا عيني، انت جميل وانا عيني بدأ توصل الجمال. يا جدعان هو اللحم رخيص؟ يعني هو البنات رخصت ولا اللحمه اللي رخصت ولا الفخاد اللي ولا السيليكون والنفخ بقى عادي ولا ايه بالظبط؟ ما انا مش فاهم، يعني انا بشوف حاجات غريبه والله ما فاهم ايه ده، ايه كميه الفخاد اللي بقت موجوده دي؟ ايه ده لو الفراخ اللي بناكلها واخده هرمونات مش هتنفخهم كده، انا بضعف قدام. فانت بصراحه جامده قوي، فانا لازم اضعف يعني. هقعد شهر يمكن اكتر. حلو. لسه بفكر. تمام. هقعد سنة يمكن اكتر. لسه بفكر. يا رب توصل بسرعة. هقعد سنتين. عزيزي المشاهد انا مش قادر استحمل اكتر من كده وبدات اسال على نفسي، فحب اقول لك ان احنا جاي لكم وصلنا لحد فيديو النهارده. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير الفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه لو انت لسه جديد. اشوفكم في فيديو جديد. جود لك يا احسن ناس في الدنيا. اعذروني على الغياب الاسبوع اللي فات، كل يوم فيديو هندشمل الدنيا. اشوفكم في فيديو جديد. جود لك.